ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم اكله اقتصاديه وجميله جدا في نفس الوقت. مش شرط يبقى فيه لحمه وفراخ، لا هنعمل اكل حلو قوي من غير لحمه ومن غير فراخ. يلا تابعونا. هحط معلقه كبيره من السمنه. اول ما السمنه تسخن هحط بصلايه كبيره. انا هعمل كيلو من الكوسه. هقلبها لحد ما تدبل معايا. اول ما البصله تتحمر هنزل بمعلقه ثوم، هقلبها تقلبتين وهنزل بالصلصه. طلعت كيس من الصلصه مش ضايفه عليه اي حاجه خالص. اول ما تاخد غلوه هنزل بالكوسه. هنا بقى كنت قليت البتنجان والفلفل وهعمل له خلطه حلوه قوي. هنا هحط رشه من الفلفل الاسمر وهحط ملح حسب الاحتياج. هحط ربع معلقه من السبع بهارات بتدي طعم حلو قوي للاكل. هنزل بقى بالكوسه انا غسلاها. بسم الله. مش هزودها ميه ولا اي حاجه خالص لان الكوسه فيها ميه وهي هتهبط. يعني انا دلوقتي هقلبها تقلبتين واغطيها. هنا حطيت معلقتين من الزيت ومعلقه من السمنه. هنا معايا كوبايه من الشعريه وكوبايتين من الرز. انا عارفه ان احنا كلنا شاطرين وبنعرف نعمل الرز، بس في ناس مغتربه ومسافره بره مش بتعرف تعمل الحاجات دي، فاحنا بنقولها لهم برده بمقادير مظبوطه وعلشان يعرفوا يعملوها. هحط حوالي كوبايه من الشعريه. مش بنغسل الرز خالص الا لما الشعريه تتحمر علشان الرز ما يبوش معاكي ويستوي كويس. خلاص كده خدت اللون الاصفر الجميل، شايفين ما شاء الله، لازم تاخد اللون ده. هنزل بالرز، كوبايتين من الرز، كوبايتين من الرز. هقلب فيه دقيقتين على البوتاجاز. خلاص كده هحط بقى الميه. بسم الله. طبعا مش هقول لكم معيار الميه لان كل نوع رز مختلف عن التاني. هحط ملح، حطيت رشه من الملح ورشه بسيطه من الفلفل الاسمر. خلاص كده شايفين اهو. حطيت ميه لحد ما غطيت الرز، يعني لو قلبت كده بالمعلقه هلاقي الرز باين. الملح بتدقوه، بتشوفوا لو محتاج بتضيفه، وهسيبه لحد ما ياخد غلوتين ويتشرب وهدي عليه النار. عقبال ما الخضار يجهز هجهز الخلطه بتاعه البتنجان. هنا فلفلايه وطمطومه وحبايه من الجزر حته صغنونه خالص هحطهم في طبق. هنزل عليهم بربع معلقه من الكمون، ربع معلقه من الملح. الخلطه الجميله دي فيها ليمون وخل وشطه. واحط معلقتين، هحط معلقه صغيره من الثوم. الخلطه بقت جاهزه اهي، حلوه قوي للبتنجان. خلاص كده خلصنا طبق البتنجان الجميل ده ما شاء الله. بيكون حلو قوي لما تعمليه جنب الطبيخ، حتى لو ما فيش لحمه وفراخ زي ما قلنا. مش شرط، الحاجه بتكون طعمها حلو من غير لحمه ومن غير فراخ برضه. الف هنا. خلاص كده الرز استوى، شايفين بقى بسم الله ما شاء الله، مفلفل وفي نفس الوقت جميل جدا، ولا معجن ولا اي حاجه خالص. خلاص كده خلصنا غدا النهارده. ايه رايك في الاكل يا لوك؟ طعمه جميل. عجبك؟ يعني جميل الاكل طعمه بتاع جميل النهارده؟ أوي. طعمه تحفه. تسلم ايدك يا ماما، طعمه جميل. حبيبتي الف هنا. خلاص كده خلصنا الاكل. شايفين بقى ما شاء الله، حنان بتحب الليمون المخلل والباذنجان طعمه جميل على الاكل، فحطينا حاجه بسيطه علشان ماما طبعا مش بتاكل مخلل. الباذنجان عشان ماما كده ما بتاكلش بتنجان مخلل. جميل، لا ماما هتاكل بتنجان. يا رب يكون الاكل عجبكم النهارده. الاكل اقتصادي جدا جدا. هاخد بس 100 اروح اكلها. ماشي هنروح نتغدى، تعالوا اتغدوا معانا. مع السلامه.